البيت ده بالنسبة لي عامل زي الهم اللي مش بيخلص، بس لو عرفت فجأة ان حد جايلي بلاقي نفسي روقت كل حاجة في ساعة. ايه السر؟ وازاي استخدم الطاقة دي على طول؟ يا سلام، عارفة انت تأثير يا تلحق يا ما تلحقش؟ هو ده الاي دي اتش دي. عندنا في دماغنا حاجة بتقول يا تلحق ما تلحقش. فكرة ان في حد هيجي ويشوف البيت نظيف بتدي دفعة دوبامين قوية جدا للمخ فجأة من غير اي مقدمات. علميا الإحساس بالاستعجال والمسؤولية الاجتماعية بيحفز المخ ويخليه يركز جدا جدا جدا، وده اللي بيحصل لما بنحط لنفسنا ديدلاين أو إن في حاجة هتحصل فجأة. طيب تعالوا نشوف إيه الحلول اللي ممكن نعملها عشان نخلي ده مش مجرد وقت. طيب إن في ضيف جاي كل يوم نعتبره كده تمثيليا، نحدد وقت معين في اليوم ونعتبر إن ده وقت الزيارة مفاجأة. نشغل تايمر لمدة ربع ساعة ونحاول نركز فيه على ترتيب مكان معين في البيت. لازم يبقى مكان معين، مش بس هنرتب البيت. نحولها لمسابقة مع نفسنا، نشوف هنقدر ننجز ايه في الربع ساعة دي، ونركز تاني على مكان واحد بس كل مرة، في كل مرة حتة صغيرة. بدل ما نحاول نروق البيت كل مرة واحدة، نركز على مكان واحد بس في كل مرة. ترابيزة مثلا، رف كتب، درج فيه حاجات. نخلينا كده نحول الترويق كده كأننا بنلعب، ونستخدم تايمر ونحاول نخلص أكبر كمية تنظيف قبل ما الوقت يخلص. نكافئ نفسنا بعدها بأي حاجة بقى، نقعد نتفرج على موفي، نشرب قهوة، الحاجة اللي انتوا بتحبوها. وما ننساش لازم نطلب مساعدة لو محتاجين. ممكن نخلي عيالنا يعملوا معانا نفس اللعبة ونجري ورا بعض ونشوف مين اللي هيخلص الأول. دي حاجة مهمة جدا.